السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنكمل معاكم مجاميع كأس العالم. كل يوم بناخد مجموعة. النهاردة ميعادنا مع المجموعة التالتة. المجموعة التالتة تعتبر مجموعة يعني قوية نسبيا بالنسبة لباقي المجاميع. طبعا بتتدرج القوة، أو كل مجموعة بتبقى مختلفة عن التانية في القوة كمجموعة قوية. المجموعة التالتة بتضم الأرجنتين، السعودية، المكسيك، بولندا. الأرجنتين، السعودية، المكسيك، بولندا. طبعا هناخد يعني نبذة مختصرة عن كل فرقة من فرق المجموعة، ونشوف أصلا يعني تاريخها في كأس العالم، ونيجي في الآخر نستعرض أسامي أشهر فرقة في فرق المجموعة دي. طبعا فريق الأرجنتين. نبتدي بفريق الأرجنتين. فريق الأرجنتين، الاتحاد الأرجنتيني اتأسس سنة 1893. حاليا منتخب الأرجنتين بيعتبر الفريق الثالث عالميا، الثالث على مستوى العالم في تصنيف الفيفا الأخير. المدرب هو ليونيل سكالوني. ليونيل سكالوني. عدد المشاركات في كأس العالم طوال تاريخها 17 مشاركة. 17 مشاركة. طبعا من فرق يعني تصنيف الأول ليفل A، طبعا زي ما بيقولوا. الأرجنتين طبعا تاريخ. أفضل مشاركاتها طبعا سنة 78 وسنة 86. حققت البطولة سنة 78 في الأرجنتين، وسنة 86 في المكسيك. القائد طبعا ليونيل ميسي، طبعا حدث ولا حرج. طبعا لعيب باريس سان جيرمان الحالي. ده بالنسبة لفرقة الأرجنتين. طبعا الفرقة التانية المنتخب السعودي الشقيق، طبعا بنسانده كلنا طبعا في مهمته. الاتحاد السعودي اتأسس سنة 1956. المدرب هيرفي رونارد، طبعا غني عن التعريف، مدرب الفرنسي المعروف. السعودية حاليا بتحتل المركز ال 53 على مستوى العالم في آخر تصنيف للفيفا. المشاركات، طبعا عدد المشاركات اللي شاركتها المملكة العربية السعودية 6 مشاركات. أفضل النتائج كان سنة 1994 لما حققت أو لما وصلت لدور ال 16. وصلت لدور ال 16 عن طريق دوري المجموعات طبعا سنة 1994. الكابتن أو القائد هو سلمان الفرج. طبعا كل التحية للمنتخب السعودي وبنسانده، وطبعا المجموعة دي لازم يبقى عليها تركيز عشان فيها منتخب عربي شقيق. الفريق الثالث اللي في المجموعة المكسيك. المكسيك، الاتحاد المكسيكي اتأسس سنة 1927. عدد المشاركات 12، أو عدد المشاركات 6 مشاركات أيضا كده بالتساوي مع المملكة العربية السعودية. حاليا بتحتل المركز ال 12 على مستوى الفيفا كأحسن المنتخبات، يعني في المركز ال 12. أفضل النتائج سنة 1970 وصلت للدور ربع النهائي، وسنة 1986 لما نظمتها المكسيك برضو وصلت للدور ربع النهائي. طبعا مدربها حاليا جيراردو مارتينو، وقائد الفريق هو اندرياس جوادور. اندرياس جوادور. بالنسبة لرابع فرقة في المجموعة، فرقة بولندا، الممثل الأوروبي. اتأسس الاتحاد البولندي سنة 1921. عدد مشاركاتها في كأس العالم 9 مشاركات. تصنيفها الحالي في الفيفا ال 26، الدولة صاحبة المركز ال 26. أفضل النتائج طبعا اللي اتحققت في مشاركاتها في كأس العالم، المركز الثالث سنة 1974 في ألمانيا، والمركز الثالث سنة 1982 اللي أقيمت في أسبانيا. طبعا بولندا يعني برضو تاريخ في كرة القدم على المستوى الأوروبي، وليها طبعا يعني لاعيبة مشهورين على مستوى العالم. أبرزهم طبعا حاليا ليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي هو قائد الفريق. المدرب تشيسلاف ميخانيفيتش. دي نبذة مختصرة عن الأربع فرق
اللي هيشاركوا في المجموعة الثالثة. احنا قلنا الأرجنتين، المكسيك، بولندا والسعودية. هناخد بقى طبعا أشهر الفرق الأربعة. الأرجنتين، نبذة عن بعض الأسماء المشاركة في كأس العالم قطر 2022. طبعا بتتسلح بأسلحتها الهجومية الأرجنتين كعادتها. الخط الأمامي هيبقى يعني خط خطر جدا. لوتارو مارتينيز وكوريا دول مهاجمين الأساسيين لإنتر ميلان. انخيل دي ماريا طبعا لاعب اليوفنتوس الايطالي. ديبالا لاعب روما، وكان في يعني شكوك بتحوم حوالين مشاركته. الفاريز لاعب المان سيتي. روميرو لاعب توتنهام. اوتيميندي لاعب بنفيكا، لاعب طبعا مان سيتي السابق. عندنا طبعا مارتينيز. وطبعا نجم النجوم ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان. طبعا دي كانت يعني فكرة عن المجموعة الثالثة، وإن شاء الله تنتظرونا في كل ما هو جديد على قناتكم. وما تنسوش دعمكم لينا باللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.